يا صباح الفل والرحمة على كل أم بتسمعني دلوقتي. كل أم عندها ولادها أغلى حاجة في حياتها، بس ساعات بتقف قدامهم مش عارفة إزاي تربيهم صح. هل بالشدة؟ هل بالعقاب؟ ولا بالحب واللين؟ النهاردة في عالم زهرة هنتكلم عن موضوع بيشغل قلوب أمهات كتير: إزاي يربي أولادي من غير عقاب؟ وإزاي أكون أم ناجحة ل3 أولاد أو حتى أكتر؟ أول حاجة لازم نفتكرها، ربنا سبحانه وتعالى قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو ربنا أمرنا ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، يبقى أولادنا من باب أولى. الأم الصح مش اللي بتصرخ ولا اللي تضرب، الأم الصح هي اللي تعرف تحتضن وتوجه وتعيد وتكرر لحد ما ابنها يفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. شوفوا الجمال، يعني أي حاجة فيها لين ورفق بتتزين، والعكس بالعكس. رقم 1، التربية بدون عقاب مش معناها تسيب. ناس كتير فاكرة لو ما عاقبتش يبقى الولد هيطلع مدلع. الحقيقة العكس. لما بنتعامل بالعقاب الطفل ساعات بيخاف، يخبي، يكذب علشان ما يتعاقبش. لكن لو الأم احتضنته وشرحت له الغلط، هو بيتعلم بضمير حي. مثلا لو ابنك كسر حاجة، بدل ما تضربيه اقعدي معاه وقولي له: أنا عارفة إنك ما كانش قصدك، بس لما نهزر بالعافية في البيت حاجات بتتكسر، ودي فلوس ومجهود. إيه رأيك لو من المرة الجاية نلعب براحة أو نختار ألعاب مش بتتكسر؟ ساعتها هو بيتعلم مسؤولية مش خوف. رقم 2، إزاي أكون أم ناجحة ل3 أولاد؟ عارفة يا أم العيال، الموضوع مش سهل بس ممكن جداً. العدل بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مفيش ابن ياخد حب أكتر من التاني، كل واحد ليه طريقته اللي يحب بيها. وقت خاص لكل طفل. لو عندك 3 خصصي حتى ربع ساعة لده وربع ساعة لده، تسمعيه وتحسيه. القوانين الواضحة، من غير صراخ ولا ضرب. البيت لازم يكون ليه قواعد بسيطة، زي مفيش كرتون قبل ما نخلص الواجب، لو لعبنا نلم بعدينا. القدوة، ابنك مش هيسمع كلامك بس، هو بيقلدك. لو شافك بتتحكمي في عصبيتك هو هيعمل كده. رقم 3، بدائل العقاب. طيب نعمل إيه مكان العقاب؟ الحوار. اقعدي معاه واسمعيه. ساعات الولد بيغلط لأنه عايز يقول أنا هنا. العواقب الطبيعية. لو نسي الكورة عند صاحبه، ما تجيبيش واحدة جديدة بسرعة، يتعلم يحافظ على حاجته. التشجيع والمدح. لما يعمل حاجة كويسة قوليله أنا فخورة بيك. المدح بيزرع جوه قلبه الرغبة في التكرار. الاحتضان. ساعات الولد مش محتاج نصايح، محتاج حضن يمتص الغضب. رقم 4، الصبر مفتاح الأم الناجحة. التربية مش سباق، التربية رحلة طويلة، والرحلة دي محتاجة صبر. ربنا قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني حتى الصبر بنستمده من الله. وأخيراً، في الآخر يا أمهات، عايزة أقولك كلمة من قلبي: ولادك مش محتاجين أم مثالية، ولادك محتاجينك أنتي، بحنيتك، بصبرك، بأخطائك اللي بتتعلمي منها. التربية بدون عقاب مش ضعف، ده قمة القوة، لأنك بتربي ضمير حي مش بتزرعي خوف. اللهم بارك لكل أم في عيالها، وجعلهم قرة عين ليها في الدنيا والآخرة. ولو الحلقة دي لمست قلبك، ما تنسيش تشتركي في قناة عالم زهرة علشان دايما نكون سند لبعض في رحلة التربية.